زمان وانا صغيرة كان صعب قوي لما يقولوا لي مثلا هنروح نزور جدك مثلا. جدك ده كان اغلى حد عندي في الدنيا، كنت اقول لا. يعني بالنسبة لي كان عالم غريب جدا جدا جدا. وهتقولوا ايه المذيعة اللي كل شوية تجيب التراب والاموات والكآبة دي؟ على فكرة هي مش كآبة خالص، هو واقع. يعني زي ما بنجيب المشاكل وزي ما بنجيب الحاجات الكويسة وزي ما بنجيب المرض وزي ما بنجيب النجاحات وزي ما بنجيب الجواز والطلاق. دي حقيقة، في حقيقة غير الجواز والطلاق والعنوسة والجواز العرفي والجواز المسيار. بالتالي أهم من الجواز العرفي وأهم من جواز المسيار، أهم من الجنس وأهم من الطلاق وأهم من الحاجات دي الموت. الموت لما بنفقد حد أو لما حد بيتعرض للموت. هل في حد مات قبل كده وقال لنا بيحصل إيه لما الواحد يموت؟ هل في حد نزل قبر وتكفن وطلع بعد كده يقول لنا عذاب القبر شكله ايه؟ او نزلنا قبر ووريناكوا يعني ايه قبر، بس قبر فاضي. لكن هل انت اتكفنت قبل كده وتحط قطن في ودانك وفي مناخيرك واتغسلت ودخلت جوه واتقفل عليك بالطوب وطلعت تاني عشان تحكي لنا حصل ايه؟ لا، ما حصلش. بس احنا معانا استاذ حسين اللي اتكفن واتحط قطن في ودانه وفي مناخيره واتغسل ونزل القبر واتدفن واتقفل عليه وهو عايش. صح يا استاذ حسين اللي انا بقوله ده؟ قولي بقى اولا، تعالى نرجع من الاول خالص. لما افتكروك مت كان حصل لك ايه؟ وانا كنت شغال خراط المونيوم، حلو بقى الحاجات دي، وروحت اتعشيت وشربت الشاي مؤاخذه ونمت. جه يصحوني عشان اروح الشغل تاني يوم، ما قمتش. راح جاب ميه وكب عليا، ما قمتش برضه. راح جاب لي دكتور كشف عليا، قال لهم ده جاله حاله تسمم ومات امبارح بالليل. مات امبارح بعد ما كان على طول مباشره اتوفى. كان عندك كام سنه؟ كان عندي 35. وقال لك لا تحول على المستشفى، فحولنا على مستشفى احمد ماهر. فالدكتور راح قال لهم ده جاي ميت، ده جاي خلصان، جايين تعملوا ايه؟ ده جاي ميت. الدكتور قال ده جاي خلصان؟ تعليميه. فقال لك ايه اقول لكم، راح مدخلني العيادة. رفعت قضيه انت على الدكتور ده؟ هربوا والمدير مدير المستشفى احمد ماهر هرب؟ هو الدكتور عشان انا طلعت ميت من المستشفى ورحت انا صاحي، فشافوا عرفوا راحوا هربوا. خافوا على نفسهم. قولي بقى، يعني انت صحوك ما حصلش ودوك المستشفى كل ده انت مش حاسس بحاجه؟ انا مش حاسس بحاجه. غسلوني وطلعت تسريح ومؤاخذه دفنوني مع والدي هنا في انت معاك شهاده الوفاه دي؟ والله لما رحت تاني ما رحت انا قعدت 3 اشهر ركب لي محاليل. 3 اشهر ما اتكلمش. لما الترابي مات ركبوا لي محاليل هنا في ايديا عشان الدم يجري في جسمي تاني. بس كنت هيكل، ما كنتش كده. كنت اي حد يشوفني يجري مني، ما كنتش كده. بس انا ما تتوهناش، انت اتغسلت مش وطلعت منها. اتغسلت في مستشفى احمد ماهر؟ وقال كانوا عاوزين يشرحوني عشان يشوفوا ايه سبب الوفاه. فقال ما رضوش يدفنوني، يخلوهم يشرحوني. فغسلوني من عنك وطلعت تسريح، وقال خدوني دفنوني مع ابويا هنا في الطلبه الصادق هنا. قعدت بقى 3 ايام في المؤاخذه في الكفن. لما بينزلوا الميت بيفكوا عليه رباط. بيفكوا ايه؟ رباط من على الميت عشان يتهوى، ما يكونش ايه، عشان ما يعفنش. كفن يعني؟ في القبر بيفكوا الرباط من عليه عشان ما يعفنش مؤاخذه. فانا قعدت 3 ايام في غيبوبه. فقمت بقى مش شايف، بحس كده لقيت مؤاخذه. احكي لي، استنى. اول ما فتحت عينيك انت جوه القبر متكفن، اول ما فتحت عينيك فتحت العين مش شايف حاجه، ضلمه مش شايف حاجه. لقيت بقى لقيت قطن هنا في مناخيري وفي وداني ومؤاخذه في بقي وفي جسمي كله، في جسمي. فبحس كده لقيت الاخوه حواليا الميتين يعني جنبي. فرحت بقى ايه، هو مش كل واحد ليه مدفن؟ ازاي في حاجه حواليك؟ مسؤوليه حد جديد يعني نزل، اصل دول بالصدقه يعني ما بتبقاش ايه بتفنوا يعني اي حد من غلبان، مش حد يعني بتفنوه. فهمت قصدي؟ لقيت ايه، عظم ولا لقيت ايه؟ جثث مقاضي عنك. وانت ما تعرفش انها جثث؟ ما اعرفش، بس لما حسيت مش شايف حاجه، ضلمه حواليا، ضلمه. وشدت القطن بقى شميت الريحه ضلمه. بتحكي حاجه مرعبه على فكره. يعني فتحت عينيك لقيت جثث حواليك بالملمس كده؟ شايف الملمس. عرفت انهم جثث ازاي؟ من كفن ولا لما القطن، لما شلت القطن من اذني ومن مناخيري ومن جسمي عرفت ان انا في القبر. فرحت بقى مصوت، لقيت شعري وقف، كان خشن الاول، لقيته طقطق
وعامل زي المقشه الجديده، مؤاخذه وقف كده بقت، مؤاخذه ايه، جسمي اتهز كده وشعري اتهز من الخضه. قعدت بقى اصوت لما سحبت كده، فضلت لما وصلت للسلم، لما جيت بقى وقفت حاجه، ما تقولي مسكتني من الرجل دي زي ما تقولي كده. بصي مش عايزه اتحرك، واقفه من ساعتها يعني، بقالي 8 سنين على كده واقفه كده مش عايزه. استنى، انت قمت في القبر بقى، قعدت اصحى لحد ما وصلت للسلم، ومؤاخذه وانا عريان، مؤاخذه شلت الكف انا عريان. قعدت بقى اصحى كده على ايديا زي العيال الصغير. ايه بقى اللي بيشدك؟ لقيت بعد ما قعدت بقى وصلت للسلم، لقيت حد شدني من الرجل دي، مسكني من الرجل دي وراح سايبني ونطرني على السلم، نطرت على السلم. كل ده انا مش حاسس بقى، دمي نزل مؤاخذه من الرجل دي لحد دلوقتي. مين اللي مسكك؟ ما اعرفش، كان ضلمه بصراحه، ما في كدبه خيبه. رجلي من ساعتها ايه؟ هو لما حد يمسك حد من رجله يحصل لها كده؟ انا ما اعرفش بقى، لقيت رجلي وقفت من هنا، اتجرحت من تحت، وقفت وثبتت من فوق. قعدت بقى يومين وانا كده مش حاسس برضه ولا بدم ولا بحاجه. قعدت بقى يومين اصوت على السلم، الحقوني حارسك الحقوني. جه بقى السكان سمعوني رابع يوم، قالوا ده في شيطان هنا في التربه بيصوت. راحوا 5 يوم بقى للتربي سمع صوتي. قعدت يومين من الصبح بالليل تعمل ايه على السلم؟ الحقوني حيرزك الحقوني حيرزك، واصوت عشان حد يسمعني، واصوت صوت على طول. قعدت 24 ساعه على الصوت. يعني انا اسفه بس يعني الاخراج وكده فين مش في مثلا بتقضي حاجتك؟ انا ما فيش بقى اعصاب، انا قاعد ما اتحركش وانا قاعد خالص ولا حاجه. انا قاعد كده وجسمي سايب بقى مؤاخذه، جسمي كله بيتهز كده، بيتهز، وشعري كله وداني جسمي كله بيتهز. وعريان بقى يعني مؤاخذه يعني. وقعد بقى اصوت الحقوني حيرزك الحقوني، وقعدت اصوت بقى اليومين دول. وجه بقى السكان سمعوني بقى تيجي بقى يقول لك ده شيطان، في شيطان هنا، في عفريت هنا بيصوت ليل ونهار. فراحوا قالوا التربي، جه التربي او صنايعي ما اعرفش بقى، راح بلغ الاسم. جت بقى الحكومه، جه فتحوا التربه، التربي لقيني بقى نزل جابني وبص في وشي ورماني ومات، جاله سكته قلبيه. جت واحده بقى لفتني بملايه مؤمنه يعني الحكومه ما جاتش معاهم؟ ما اعرفش، جاب تصريح بس يعني. ما اعرفش بقى، انا ما كنتش داري. بس انا قعدت 3 اشهر ما اتكلمش في المستشفى لما الراجل التربي مات. الراجل بقى طلعني وبص وقع مات تربي. جت بقى واحده جريت راحت جايبه لي ملايه ومؤاخذه سطرتني بيها، اتصلوا بالاسعاف جاب خدوني، راحوا ودينا المستشفى تاني احمد ماهر تاني. سبحان الله يعني، جيت طلعت من المستشفى رحت المستشفى احمد ماهر تاني. قعدت بقى 3 اشهر ما اتكلمش، جابوا لي محاليل هنا عشان الدم يجري في جسمي تاني، عشان الدم يرجع لي تاني. انا كنت مصفي يعني، قعدت يومين الصفي جسمي الدم اصطفى من رجلي. قعدت 5 ايام 3 ايام في غيبوبه ويومين ما اصوت عشان حد يسمعني، وانا كل دم ينزل من رجلي دي، من رجلي دي، حتى لسه موجوده لحد دلوقتي. بس حاجه طلع ان الغيبوبه جات لك من ايه اساسا؟ غيب السكر، كان عندي السكر يعني، كان والدي توفى وزعلت عليه، فلما كبرت السكر اثر عليا. رحت بقى المستشفى، قعدت 13 ما اتكلمش، ركبوا لي محاليل هنا عشان اتكلم. بعد انت متجوز؟ كنت اتجوزت، قعدت شهرين، ولما حصلت الحادثه ما خافت مني، قالت انت عفريت، وطلبت الطلاق، طلقتها. يعني انت كنت عريس ولما دفنوك وطلعت ما رضيتش تكمل معاك؟ انت اتغيرت، انت عفريته، طلبت الطلاق، المحكمه. غيرت ايه، شكلك ولا اتغير؟ كنت حلو يعني، وانت فعلا شكلك اتغير؟ كنت حلو، كنت حلو يعني، كنت شاب لسه حلو. يعني ايه حلو؟ لا يعني كنت جسمي حلو يعني عن كده، ورجليا كانت حلوه. وحضرتك رجليا كشت من الضرب، حضرتك لسه كشت، بص ازاي حضرتك عامله ازاي؟ ايه ده، ليه شكلها كده؟ كشت من اللمس اللي ساعه ما اتلمست جوه، الاثنين، بص على الاثنين حضرتك. بص حضرتك الاثنين اتلمست جوه تحت، لما الراجل ماسكني مش عارف ايه اللي شيطان ولا ايه اللي ماسكني، فعمل لي كيش رجلي كده، عمل لي رجلي كده، وقف رجلي دي وساب رجلي دي، وقفها من هنا عند الركبه وجرحني من تحت، من عند هنا، وجرحني من هنا. وصوابعك عامله كده من الخضه اثرت عليا من الخضه. وما مؤاخذه ما اجي انام بنام في النور، ما انامش في الضلمه، بنام في النور يقطع بقى ما اجري.